ينفع اشتغل اوبر اول ما اجي امريكا؟ ده سؤال عمال يجي كتير، خصوصا من الناس الفايزين اللي لسه ظهرت النتيجة بتاعتهم الايام اللي فاتت في الهجرة العشوائية لامريكا. الف مبروك ليهم، وامريكا هتنور بيكم يا شباب. بصوا يا حبايب، في حاجات ممكن تعملها اول ما تيجي امريكا وفي حاجات لا. اول حاجة، انت مثلا جاي لوتري والحمد لله ربنا كرمك وهتيجي هتستلم الاقامة الدايمة بتاعتك. انت ما تستلمش الاقامة الدايمة ولا السوشيال سيكيورتي اول ما تدخل من باب الطيارة او اول ما توصل اراضي امريكيه. لا، الموضوع بياخد وقت، بياخد اسابيع، والجرين احيانا بيتاخر، ممكن ياخد له شهرين 3 احيانا في بعض الاوقات. فانت مش هتشتغل اول ما توصل اصلا امريكا، ده رقم واحد. كويس. انت بتبدا تشتغل رسمي اول ما بتستلم السوشيال سيكيورتي بتاعك. لما تستلم السوشيال سيكيورتي بتاعك تقدر تقدم في اي وظيفه وتشتغل فيها. طيب، هل انت تقدر تسوق برخصة القيادة الدولية ان انت بتعملها مثلا في مصر او اي حتة؟ في الوضع الحالي، في الايام الحالية، في الادارة الحالية، هم ما بيعتبروش الرخصة ديت ليها قيمة، فانت ما ينفعش تسوق بيها. فانت محتاج تطلع رخصة قيادة من الولاية اللي انت هتعيش فيها. طيب، الرخصة ديت تختلف من ولاية للتانية؟ طبعا القوانين بتختلف والامتحان بيختلف، وفي بعض التفاصيل بتفرق من مكان للتاني. يعني مثلا في بعض الولايات محتاجين تدريب ساعات، في بعض الولايات مش محتاجين، وهكذا. لكن في ناس مثلا بتدور اهم حاجه ازاي انا اقدر اعدل الرخصه بتاعتي، انا بسوق من زمان واجي عايز اعدل رخصتي وخلاص واعدي والدنيا انتهت. نصيحتي ليك، اوعى تعمل الكلام ده. حتى لو انت تقدر تعمل الكلام ده، او حتى لو هو متاح، هيسهل عليك وهيوفر عليك فلوس، لكن انت مهم جدا تعرف القوانين. القوانين هنا مشكله كبيره، لان السيفتي او الامان هو اهم حاجه هنا. مش القصه ان انت تدوس بنزين وتدوس فرامل وتمسك الدركسيون تلف يمين وشمال. هنا الموضوع مختلف. انت ممكن بغلطة صغيرة لا قدر الله تكلف تكاليف او تحط نفسك في مشكلة تضرك طول مستقبلك في امريكا بعد كده. فانت تعرف ايه اللي عليك وايه اللي ليك وايه اللي المفروض تعمله وايه اللي لا. كويس. طيب، لما تيجي تقدم على الرخصة الموضوع بياخد وقت. على ما تخش امتحان وغيره وتنجح وتعدي الموضوع بياخد وقت. على ما تستلم الرخصة برضو الموضوع بياخد وقت. بتستلم ريسيت لما بتنجح، الريسيت دوت بعدها بيجي لك الرخصة، اصل الرخصة على البيت. طيب، انا اول ما استلم الرخصة هل اقدر اشتغل بيها اوبر مثلا؟ الحقيقة الموضوع بيختلف من ولاية للتانية. يعني هديكم مثال، ولاية زي مدينة نيويورك، لا انت لازم تطلع رخصة تانية بعدها. بس انت عندك ميزة، اول ما تستلم الرخصة في ايدك بتاعتك تقدر تقدم بيها على الرخصة التانية على طول، وتخش في امتحاناتها وتكمل لغاية لما تاخد الرخصة التانية اللي هي بتاعت الTLC. بس اوبر في نيويورك قافلة، فانت بتخش على ويتنج ليست حتى لو انت عديت كل دوت، وانت ممكن تقعد شهور، اقل اكتر سنة، ممكن تقعد اقل، انت وحظك، انت ورزقك. تمام. بس ممكن تشتغل بالرخصة ديت حاجات تانية زي التاكسي الاصفر والتاكسي الاخضر وقصص تانية كده في مدينة نيويورك والليموزين والكلام دوت. ماشي. طب ولايات تانية، في ولايات تانية مثلا نيوجيرسي، في ولايات تانية كتيرة لا مش محتاجة غير رخصة واحدة بس. اوبر بتطلب في الولايات ديت، مش كلها بس في اغلبها بشكل عام، وانت وحظك، لان في ناس احيانا بتقدم والموضوع بيمشي معاها، بتطلب ان يكون عندك رخصة سنة على الاقل في امريكا. في ناس بتبعت لهم الرخصة المترجمة بتاعتها من بره، واحيانا بتعدي، لكن بشكل عام ده طلب اساسي بتطلبه اوبر في اغلب الاماكن في امريكا. اوبر اللي هي مين؟ اوبر بتاعت الباسنجر، بتاعت الركاب. حلو. هنا في كذا اوبر، في اوبر ده وفي حاجه تانية اسمها اوبر ايتس. اوبر ايتس ديت الناس اللي بتوصل اكل الدليفري للناس. ده الموضوع سهل اللي ممكن تشتغل بيها اول ما تستلم الرخصه العاديه بتاعتك. كويس. فده قصه وده قصه تانية. في شركات تانية غير اوبر، في مثلا شركه مشهوره اسمها ليفت. ليفت في بعض الاماكن في بعض الولايات بتقبل على طول بالرخصه بتاعتك من غير ما تكون عدى عليها سنه. صحيح، لكن شغلها اقل من اوبر. تمام. لكن ده موجوده، فده اختيار عندك موجود. انت عندك اول ما تستلم الرخصه انت ممكن على طول تشوف التطبيقات بتاعه توصيل الاكل زي اوبر ايت، زي دور داش، زي جراب هاب، الحاجات ديت تقدم عليها وتشوف، واللي يوافق عليك اشتغل عليك. يكون عندك مثلا تطبيقين 3 عشان تشتغل، عشان يكون مريح تشتغل في التاني، وهكذا. في تطبيقات تانية فيها شغل برضو، مثلا امازون فليكس بتوصل ديليفري لامازون، بس دوت بيبقى فيه ويتنج ليست. الويتنج ليست دوت بيفرق من ولايه للتانية، احيانا بيعدي بسرعه على مكان مطلوب، واحيانا بتقعد بالشهور انت وحظك. في قصص تانية زي توصيلات بتاعت الميديكال كاريرز، وكلمت عليهم في فيديو قبل كده. في ابس كتيره بتاعت توصيلات، وفي اب بتاع والمارت وقصص تانية زي كده كتير. دور وشوف اقرب حاجه. المهم تبدا وتدخل لنفسك رزق عشان تمشي نفسك فيه. مش قادر تجيب عربيه اول ما تيجي، مش لازم تشتغل في القصه دي. اشتغل في اي حاجه تدخلك فلوس اول ما تيجي عشان تقف على رجلك.
لازم تدخل دخل اول ما تدخل امريكا عشان تقدر تكمل، والا الحياة هتلاقيها اغلى بكتير من توقعاتك وهتلاقي نفسك في مشكلة كبيرة. كل التحية والتقدير والف مبروك لكل الفايزين في كل مكان. امريكا هتنور تاني وتالت ورابع. لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.